ازيكم؟ فيديو جديد النهارده هيكون فيديو كلام عن ماتشات كاس العالم للانديه اللي كانت ما بين الاهلي وفلامينجو اللي خلص 4-2 لفلامينجو. يعني بصراحه كان ماتش فضيحه، بس يعني ما علينا. يعني ماتش الريال والهلال في النهائي، والريال ياخد الميداليه الذهب للمره الخامسه في تاريخه، والهلال ياخد الميداليه الفضه، وفلامينجو ياخد الميداليه البرونزيه، والاهلي بقى ما يعني هو مركز رابع كويس وكل حاجه، بس كان يعني كنا بصراحه مستنيين منه اداء احسن بكتير في الماتش ده. كل ده بالتفصيل، فيلا نبدا. نبتدي بماتش الاهلي وفلامينجو. يعني يمكن كانت اوحش حاجه في الماتش هو التشكيل. بصراحه كولر يعني مش بادئ بالصفقات الجديده في ماتشات الدوري وجاي يبدا بيهم في ماتش في كاس العالم للانديه اللي هو اصلا بيحدد انت تاخد ميداليه ولا لا، اللي هم خالد عبد الفتاح ومروان عطيه. يعني هم كانوا في الماتش كويسين وكل حاجه، ما اعترضتش، بس ما كانش صح خالص ان يعني ان انت تبتدي بيهم في ماتش صعب جدا زي ده. برضه بالذات ان خالد عبد الفتاح خد طرد في الماتش ده، يعني وبصراحه كان طرد مستحق. يعني عامه يعني هتكلم في كل حاجه بالتفصيل. وبصراحه ما اعرفش ازاي كان محمد هاني وشحات دكه. يعني ما اعرفش كولر كان بيفكر فيه اصلا وهو بيحط التشكيل. يعني بادئ مروان عطيه وخالد عبد الفتاح اساسيين وحاطط الشحات ومحمد هاني دكه. يعني استغربت قوي بصراحه. واللي يضحك بقى ان فيرسي تاو نزل الماتش كامل وما بدلش خالص. يعني بجد حاجه مستفزه وحاجه غريبه، وهو اصلا لعيب مستفز وبيضيع كور ما تضيعش. يعني حاجه في قمه العبث بصراحه. واللي كان متوقع بالنسبه يعني لاداء الاهلي، واصلا لعيبه الاهلي بعد ماتش الريال قعدوا يقولوا ان احنا المفروض نقفل الصفحه دي بتاعت ماتش الريال، يعني وان احنا نبتدي نركز في ماتش تحديد المركز الثالث والرابع ضد فلامينجو. وفعلا الاهلي بدا بشكل كويس جدا، كان ماسك كوره بس يعني كان من غير هجمات، بس يعني كان اداء مقبول يعني. يعني بس كانت المشكله يعني، وكانت طريقه اصلا لعب فلامينجو هي مرتدات. يعني الاهلي كان بيبقى ماسك كوره بشكل يعني كويس جدا، بعد كده لما الكوره بتروح للعيبه فلامينجو بتعمل مرتدات. يعني بجد كانت خطيره جدا، ويمكن ده اللي كان موتر شويه الدفاع. حتى اصلا معلول يعني عمل تدخل قوي شويه على لعيب فلامينجو وتسبب في ضربه جزاء وحطها جابي، وتبقى النتيجه 1-0 لفلامينجو. وكل ده كان في اول 10 دقايق في الماتش. يعني كان الاستحواذ مع الاهلي، بس كانت النتيجه الفلامينجو من الاخر كان استحواذ من غير لازمه. بعدها الاهلي ابتدى يروح بهجمات اخطر شويه بصراحه من الاول، واكبر لعيبه فلامينجو ان هم يفضلوا متراجعين، وفعلا عرف يستغل الضغط ده وحط الاول. كانت يعني ركنيه ناحيه الشمال، معلول لعب جوه ال 18 وكل الناس فاكره ان احمد عبد القادر هو اللي حطها بدماغه. لا، هو فابريزيو مدافع فلامينجو هو اللي يعني هو اللي حطها في نفسه. بس اللي يجيب ربنا حلو، يعني بتبقى نتيجه 1-1. والحمد لله في الشوط الاول قدرنا نطلع باقل خسائر. وبصراحه يعني اللي كان مقلقني اصلا من قبل الماتش ان اللعيبه البرازيليه عندها يعني بتعمل سكيلز بصراحه يعني خرافيه، وتحس ان عندهم الدريبل والسكيل اصلا 101%. وكعاده لعيبه الاهلي ان هم لازم يضيعوا كور ما تضيعش. يعني كانت برضه في الشوط الاول كانت كوره من ناحيه اليمين، بعد كده وصلت لشريف وطبعا لازم يتفزلك وحب ان هو يحطها وان تاتش، بس يعني كانت بره خالص. حاجه برضه عايز اتكلم عليها ان بصراحه الشناوي في الماتش ده وماتش الريال كان تحس ان هو متوتر او ان هو خايف بصراحه بزياده. يعني مثلا في الماتش اللي فات بتاع الريال عامه تشاوميني بيعرف يشوط كور قويه جدا من بعيد، فلما كان بيشوط يعني الشناوي كان بيحاول يمسك، بس بحس ان هو عشان كان يعني بيبقى متوتر او خايف او حاجه زي كده، فيعني بيحاول ان هو يمسك بس هو ما بيعرفش والكره بتفلت منه. برضو الماتش ده حصل في الشوط الاول. برضو بصراحه مش فاكر مين يعني حد من فلامينجو الماتش ده برضو شاط كوره من بعيد، بس برضو الشناوي ما عرفش يمسكها يعني، واضطر ان هو يمسكها على مرتين، بس يعني على مرتين من غير قصده. يعني هو مثلا مش قاصد ان هو يمسك على مرتين، هو حاول يمسك من مره واحده بس فاتت منه، واضطر ان هو يمسك على مرتين. بس ربنا سترها معاه في الماتشين بصراحه، علشان لو كان اي حد يعني من لعيبه الريال او فلامينجو، اذا كان في الماتش اللي فات او ماتش بتاع النهارده، لو كان حد منهم كان موجود جوه ال 18 يعني كنت هتلبس جون بسهوله جدا بصراحه. وفي الشوط الثاني كانت هجمه من هنا على هجمه من هنا، بس كان الاهلي اخطر شويه هجوميا. وبجد ما اعرفش هلوم معلول ولا لا على البنالتي اللي ضيعها. يعني هو عمل ماتش بصراحه كبير جدا وشال كور كتير، عامل اللي عليه بزياده بصراحه الماتش ده، وكمان عمل اسيست، بس يعني ما كانش محظوظ بصراحه في الكوره دي. بس ده اثر على الاهلي تاثير كبير جدا
في النتيجه. طيب نتكلم بقى على اكتر حاله شك اصلا في الماتش، كانت بتاعه طرد خالد عبد الفتاح. هو بصراحه طرد مستحق عشان ما انكرش. بصراحه يعني محدش بيخش بالطريقه دي خالص، يعني هو قطع انفراد، وغير كده محدش بصراحه بيخش ان هو يبقى مثلا واحد قدامه وهو بيدوس على كعبه. فيعني ناس كتير كانت بتقول ان لعيب فلامينجو كان بيمثل ومش عارف ايه وكده، يعني ممكن تبقى فيها سنه تمثيل، بس ده بصراحه يعني كان خطأ كبير بصراحه ويستاهل عليه الطرد. وبرده حاجه حلوه في مصطفى غربال اللي هو كان الحكم، اللي هو خد باله ان التدخل كان من بره ال 18، والتحكيم بصراحه الماتش ده كان تحفه. وفي الدقيقه 75 اخيرا خرج محمد شريف بعد ما ضيع انفراد متخلف قوي. بصراحه كانت الكوره ملعوبه من احمد عبد القادر ناحيه الشمال او بيرتساو تقريبا، بس على ما اعتقد كان احمد عبد القادر، ويعني هو بالجون ولا كان في مدافعين ولا كان في حد قدامه ولا كان في حد وراه، كان هو بالجون بس حرفيا. وفي الانفرادات عامه في يعني في مليون طريقه ان انت تتعامل فيها، يا تحط لوب يا تشوت زي الناس، او لو انت بقى مهاري جدا فتعدي من الحارس وكده. والحمد لله شريف يعني كالعاده بيتفزلك، كان عايز يحطها كوبري بس الحارس صدها ونزل محمد هاني، واحنا بقى كنا يعني متفائلين بيه خير واللي هو هيمشي الدفاع وكده. الحمد لله نزل اتساب في ضربه جزاء وبرده جاب يحطها، وبصراحه كانت ضربه جزاء ملهاش لازمه خالص. برضو غير كده بتوع الاهلي ضيعوا كتير جدا، يعني اذا كان بنالتي ضيع من معلول او كور ضيعه من شريف وبيرسيتاو، اذا كان بقى كور وان تاتش او انفرادات. ودفاع الاهلي الصراحه في الشوط الثاني كان صح عظيم يا رب، يعني كان اوحش بصراحه بكتير من ماتش الريال. يعني انا كنت بتكلم ان هو اخر 8 دقايق الدفاع انهار وبتاع، وان الريال عرف يستغل الفرصه وحط الجولين في 8 دقايق او 6 دقايق حاجه زي كده. الحمد لله يعني الدفاع حرفيا كله غلط النهارده. يعني الجون الثاني لفلامينجو محمد عبد المنعم مش غلط بعد كده، يعني هو اصلا يعني بيديها لمهاجم فلامينجو، بعد كده لاعب اوفر والشناوي طلع غلط، والاثنين المدافعين اللي كانوا قدامه اللي هم كانوا تقريبا ياسر ابراهيم ومحمد هاني برضو الاثنين كانوا قدام الكوره ما عملوش حاجه. فطبعا بيدرو استغل الفرصه وحط الجون الثاني. وكولر لسه فاكر ان هو عنده واحد جاحد اصلا على الدكه اللي هو حسين الشحات، جاي ينزله في الدقيقه 89 نزله هو وديانج وطلع حمدي فتحي وعلي معلول وساب بيرسي ده يلعب ماتش كامل. يعني بجد مفيش كلام يتقال. وديانج اول ما نزل راح عمل اسيست برده لبيدرو. يعني بصراحه ما اعرفش كان في ايه في لعيبه الاهلي النهارده، وكعاده اللعيبه البرازيليين بيدرو رقص الدفاع، بعد كده حط الجول الثالث لفلامينجو. بعدها محمد هاني غلط تاني واستلم غلط ولعب فلامينجو استغلها، وطبعا الدفاع كان شوربه وصلت لبيدرو وحط الجون الخامس بس اتلغى بدايه تسلل على ارسكيتا. وفي الدقيقه 11 من الوقت البدل ضايع ماتيوس فرانس دخل على ياسر ابراهيم وحصلت خناقه كبيره شويه، بس جاي يعني في الاخر محمد هاني وحسين الشحات وجاب ياخدوا انذارات. والصراحه كولر كان في الماتش ده يعني انا اسف اللفظ كان غبي من يعني من التشكيل الاساسي، او ان هو متاخر قوي في التبديلات. ده كده بالنسبه لماتش الاهلي وفلامينجو. ثانيه واحده بس. طيب بالنسبه بقى لماتش الهلال والريال، يعني اخيرا بنزيما رجع من الاصابه، وبقى يعني التشكيل الطبيعي بتاع الريال ان في خط الوسط يبقى مودريتش وتشاوميني وكروز، وقدام يبقى فينيسيوس وبنزيما والفيردي. والماتش بصراحه بدا سخن شويه من الفرقتين، يعني يمكن الريال كانت اخطر شويه وكان حرفيا كلها بتهاجم، بس الهلال كنت بحس بصراحه ان يعني اكتر واحد بيهاجم هو ماريجا. وحتى لما كانت الكوره تبقى مع لعيبه الهلال كان بيبقى فيه تغطيه رهيبه من لعيبه الريال. وانشيلوتي لاول مره في تاريخه اصلا كان عايز يخلص الماتش بدري. يعني في الدقيقه 11 فينيسيوس راح ناحيه الشمال وحط جون بصراحه حلو جدا وتبقى النتيجه 1-0 للريال. بعدها على طول في الدقيقه 18 مودريتش راح ناحيه اليمين، بعد كده لعب بالعرض بس شالها المعيوف، بعد كده الدفاع طلعها بس جت لفالفيردي وحطها وان تاتش جامده جدا وتبقى النتيجه 2-0 للريال. بس احلى حاجه بالنسبه للعيبه الهلال ان هم يعني ما اتاثروش جامد بالجونين، بعد كده مسكوا كوره بشكل كويس واستمر في الضغط. بعد كده من لمسه من كام ودى ماريجا انفراد والدفاع كان كله متقدم بتاع الريال، فحط يعني بسهوله جدا وتبقى نتيجه 2-1 ويخلص الفارق. بعدها كان الاستحواذ للهلال، بس الريال كانت اخطر شويه هجوميا، واخطر كوره للهلال يعني بعد الجون طبعا كان سالم الدوسري راح ناحيه الشمال، بس روديجير عمل عليه تدخل عظمه بصراحه، وكان فيها شك ان هي بينالتي ولا لا، بس هو كان تدخل سليم ويخلص الشوط الاول بنتيجه 2-1 للريال. بس بصراحه كان شوط مشرف جدا للفرقتين، ودفاع الهلال بالذات كان ممتاز جدا عشان اصلا الريال راحت بكذا كوره يعني دخل منهم 2 بس، يعني
ودي حاجه تعتبر كويسه شويه، عشان لو حد شاف الاحصائيات فالريال كانت ماسكه الشوط الاول يعني بهجمات كتير جدا بصراحه، وفي الشوط الثاني الهلال كان ضاغط اكتر شويه في الاول، وبدانا نشوف سالم الدوسري وسعد عبد الحميد يعني بيساندوا ماريجا في الهجوم، وبقى الريال متراجع جدا والهلال ضاغط. واول هجمه للريال في الشوط الثاني كانت 1-2 بين كامافينجا وفينيسيوس، بعد كده فينيسيوس راح ناحيه الشمال، بعدها لعب يعني عمل اساس بصراحه كان جامد جدا، بوش رجله خارج لبنزيما وحطها من لمسه واحده وتبقى النتيجه 3-1 للريال. وبعد الجون الثالث بصراحه دفاع الهلال كان يعني كان منهار حرفيا، ويعني اصلا الرابع جه عن طريق ان كارفاخال راح ناحيه اليمين، بعد كده فالفيردي كان متحرك تحرك يعني ولا اروع بصراحه، وكارفاخال لعبها لجوه 18 وحط الرابع، وفي الدقيقه 62 خرج بنزيما بعد ما عمل ماتش بصراحه يعني ولا اروع، هو وتشاوميني، ونزل يعني سيبايوس ورودريجو. وانا لما قلت ان الهلال انهار كان دفاعيا بس، لكن هجوميا فضل ضاغط بشكل يعني كبير جدا. وكان في كده كوره سعود عبد الحميد لعب لفييتو ناحيه الشمال وراح وحط الثاني للهلال، بعدها فيني راح بهجمه ناحيه الشمال، بعد كده قطعها سعود عبد الحميد بتاكلينج، بس وصلت لسيبايوس، بعد كده عمل فينت جاحد، بعدها راح فينيسيوس حطها، يعني كانت الكوره مع سيبايوس، بعد كده فينيسيوس لطشها منه وحطها في الجول، تبقى النتيجه 5-2. وفي الدقيقه 74 خرج مودريتش وكروز ونزل ناتشو واسينسيو، وخرج سالم الدوسري وكاريو، ونزل ميشائيل وناصر الدوسري. وبصراحه كان ميشائيل ليه ادوار هجوميه كتير جدا في الماتش ده، يعني كان في كده كوره راح ناحيه الشمال، بعدها لعب ليفيت جول 18، بعد كده يعني لف بصراحه كان برده يعني جامده جدا، وحط الجون الثالث للهلال. وخرج كارفاخال ونزل فييخو، يعني ثاني اسوأ لاعب في الريال بعد مارينو دياز، واصلا ما فيش ولا واحد من اللي بيشجعوا الريال بيحبوه، وانا اصلا ما بحبوش برده. في الدقيقه 80 برده ميشائيل راح ناحيه الشمال، ولما فييخو يعني كالعاده بصراحه يعني هو بينزل اصلا يعني مش بيعمل اي حاجه، بيتلم بس، بعد كده شاط ولون صدها، بعد كده رجعت لماريجا وحرفيا كان الجون فاضي بس شاطها بره، ويخلص الماتش بنتيجه 5-3 لريال مدريد، ولا مره 5 في تاريخه يكسب كاس العالم للانديه. وده كان فيديو النهارده، لو عجبك يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل اللي هنزله جديد، وبس كده.